السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. طب انت بتزهق بتروح بس. طب انت بقى اللي بيلف عند الحديقه وشباب الكعبه دي كله ايه؟ لا ده كلام، ده اي كلام، ده حرام اصلا ان انت تشبه على حاجه زي كده بالكعبه. حرام. فليه تشبه حاجه زي كده؟ شبكتك بالكعبه قبل كده؟ لا عمري. هشبه ديت بالكعبه ليه؟ صح، ما تجيش حاجه اصلا جنب الكعبه. الواحد نفسه يزور الكعبه، ده الواحد بيشوفها في التلفزيون بيتمنى ان هو يبقى هناك. لا عليك. اسمع هذا كده. احمد وائل احمد. ان شاء الله. طب انت طموحك ايه بقى؟ نفسي باذن الله لما اكبر ابقى ضابط شرطه. ان شاء الله. طب تقول ايه بقى اللي ما عندوش طموح؟ يعني انت لو ما عندكش طموح عمرك ما هتعرف تعمل اي حاجه في دنيتك. طموحك دي انت هتخليك تقف على اعلى مستوى. صح، يعني انت فعلا مصدق طموحك. الحمد لله. بتشتغل عليه. الحمد لله. ما شاء الله، تعمل ربنا ما شاء الله. طب انت بقى بتصلي؟ مش هقدر، انا نص نص يعني. بتقطع يعني. بس يعني بتصلي. يعني نفسي ابقى على طول. يعني نفسك تلتزم في الصلاة. أكيد يعني. تمام. طب ثانية بقى اللي ما بتصليش خالص. لا الصلاة دي حاجة حلوة برضه، إن أنت مش هتدخل الجنة غير لما تبقى مصلي ودنيتك تبقى حلوة خالص. لو أنت الحاجات الغلط اللي أنت بتعملها ديت اللي تسامحك فيها هي الصلاة. كل ده بقى، كل الحاجات ديت هي اللي بتغفر لك. أكتر حاجة بتغفر لك اللي أنت بتعمله. لو تنصح توضح حاجة تقول ايه؟ ان هم يقربوا من ربنا عشان ربنا هو الرحمن الرحيم. ان شاء الله. بس يعني طول ما انت بتقرب من ربنا بتلاقي خير الحمد لله. ما شاء الله. الحمد لله. طب انت بتلف بقى عند الحدائق اللي بيلفوا كده؟ لا انا عادي، ساعات بنزل وساعات لا، بس هو ايه لما الوقت اللي بحس انه فاضي يعني فيه مش بقعد في البيت ياما. فبنزل مثلا مع اصحابي الف شويه كده. طب مثلا بتزهق بتروح بس. طب انت بقى اللي بيلف عند الحديقه وشباب الكعبه دي كله ايه؟ لا ده كلام، ده اي كلام، ده حرام اصلا ان انت تشبه على حاجه زي ديت بالكعبه. حرام. فليه تشبه حاجه زي ديت؟ انت ما شبهتش بالكعبه قبل كده؟ لا عمري. مش هشبه ديت بالكعبه ليه؟ صح، ما تجيش حاجه اصلا جنب الكعبه. الواحد نفسه يزور الكعبه، ده الواحد بيشوفها في التلفزيون بيتمنى ان هو يبقى هناك.